أهلا بيكم في نباش التاريخ. يوم 21 ديسمبر سنة 1872 ذكرت صحيفة البشير اللبنانية خبر بخصوص مصر بيقول إن في رسالة تلغرافية وصلت لوكالة الأنباء الفرنسية هافاز من الأستانة. الرسالة بتأكد اللي أعلن قبل كده بخصوص خليج السويس. وفي شرح الموضوع بيقول الخبر إن الباب العالي العثماني بعت تعليمات لسفيره في باريس علشان يحتج عند الحكومة الفرنسية، وده بسبب تصرف مجلس تجارة قضاء السين بمسألة خليج السويس. وده اللي جه في خبر الحلقة اللي فاتت إن في شركة مش عاوزة تدفع لشركة قناة السويس بالعيار الجديد اللي حددته قناة السويس، وإن الدعوة اللي رفعتها شركة قناة السويس خسرتها. وبيكمل الخبر إن الباب العالي بيقول إن المجلس ده ملوش الحق في الحكم، وإن حكومة الأستانة قبلت طلب المسيو دي ليسبس، وواضح كده إن الدعوة دي كانت دعوة وساطة. وبيقول الخبر إن الأستانة هتبعت كتابة رسمية للدول هتطلب منها إرسال مندوبين يحضروا اجتماع يتم فيه تعيين عيار مظبوط لرسوم قناة السويس علشان محدش يختلف عليه. وبيختم الخبر ان المسيو دي ليسبس قابل جلالة السلطان المعظم قبل ما يسافر لباريس، والسلطان ساعتها كان عبد العزيز الاول. في الاخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رايك تحت في كومنت.